صباح الخير يا بنات. يا رب تكونوا ان شاء الله بخير. معلش انا هقول يا جماعه بقى، معلش بنسى. فاكرين الملوخيه اللي عملناها مع بعض في الكيس البونبوني وخزناها سوا؟ النهارده هنطبخها بقى مع بعض ونشوف هي هتبقى شكلها عامل ازاي. انا هسيبها حوالي مثلا 3 دقايق كده بس تفك، وهرجع لكم تاني وهنشوف احنا هنطبخها مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني يا بنات عشان نعمل ملوخيه. كل اللي انا هعمله هعمل كده بس كسرها، يعني هي موجودة في الكيس بالشكل ده. وبعد ما يعني تستنى في المطبخ 5 دقايق خلاص بتفك لوحدها. هحط هنا مقدار من الشوربة زي ما انتم شايفين، الشوربة بتغلي. حطيت عليها فصين 3 توم، تمام. وهسيبها تغلي شوية وبعدين هجيب الملوخية. طبعا هنفتح الكيس بالطريقة البسيطة دي زي ما قلت لكم، وهنروح حاطين الملوخية في الشوربة بالشكل ده، تمام. وهدي عليها النار. مش بحط مقدار كبير من الشوربة علشان يعني في الاول مش بحط مقدار كبير، علشان ممكن الملوخية لو هي تقيلة ممكن اخفها، لكن لو هي خفت مني مش هعرف اعالجها. فانا بحط مقدار يعني بسيط من الشوربة الاول، واسيبها تفك بقى في الشوربة دي على نار هادية. واول لما تفك هرجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا حطيتها طبعا زي ما قلت لكم على نار هاديه. بصوا لونها خطير خطير خطير، وكمان طعمها كأننا جايبينها دلوقتي من عند الخضري وعاملينها دلوقتي. بصوا هي خلاص فكت اهي كلها. هاتي كيلو وجربيه بالطريقه بتاعتي وهتشوفي طعمه في منتهى الجمال، وهيوفر عليكي وقت ومجهود. انا كنت النهارده في الشغل وجايه راجعه مستعجله جدا. يعني بصوا في ثانيه كنت عملت طبق الملوخيه ده، ولا قرطفت بقى ولا خرطت ولا استنيت لما الملوخيه نشفت. لا، هي عندي كيس صغير كده يا دوبك على قد الغدا بتاعنا، طبقين. ممكن نعمل تاني بكره، ممكن نعمل تاني بعد بكره. بصوا اهي منتهى الجمال اهي، ولا مثلا سقطه ولا، ولونها اخضر وفي منتهى الجمال. هوريكم دلوقتي ما اعمل لها التوم هتبقى شكلها عامله ازاي. بصوا يا بنات، حطيت هنا معلقتين توم معاهم كزبره ومعلقه سمنه ومعلقتين سمنه وشويه ملح عشان اعملهم للملوخيه. طبعا كلنا بنعرف شاطرين وبنعرف نعمل الخطوه دي كويس. اول ما التوم يصفر حطه على الملوخيه على طول، مش تسيبيه طبعا يغمق عشان ما يمررش معايا. بصوا يا بنات، هو وصل كده يعني قبل ما يحمر. هنسمع دلوقتي احلى صوت. بصوا رايكم بقى، احلى صوت ده. بصوا قد ايه هي ريحتها حلوه جدا. لازم نعمل، انا لازم اعمل الحركه دي. بحس ان الملوخيه بالحركه دي هتبقى في منتهى الجمال. انا عارفه ان كلنا بنعمل كده. بصوا ريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه قد ايه، وريحتها شهيه جدا. انا هوريها لكم. بصوا القوام بتاعها. بصوا، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. تعالوا بقى كلوا معانا. مع السلامه.